عمرك فكرت ازاي الكمبيوتر بتاعك بيقدر يحلل كل البيانات الصعبه ويطلع لك النتائج في ثواني؟ كل ده ليه علاقه براجل من 1200 سنه. الحكايه بدات في القرن ال19 تحديدا بغداد، الوقت اللي كان فيه الحضاره العربيه الاسلاميه مناره في العلم وفي قمه تقدمها. في الفتره دي كان عايش محمد الخوارزمي ما كانش راجل عادي، كان عالم عبقري بمعنى الكلمه، وكان ليه انجازات ومؤلفات كتيره في مجالات مختلفه زي الجغرافيا والفلك والفلسفه، وعدل في الخرائط القديمه، وكمان هو اللي اسس علم الجبر، وبعد كده بقى هو الاساس اللي كل العلماء بتشتغل عليه لحد النهارده، وبالاخص في تحليل البيانات. تعالوا مع بعض نشوف مثال. لما تيجي شركه تحلل مبيعاتها علشان تعرف ايه المنتجات اللي عليها اقبال اكتر، او مين العملاء اللي ممكن يشتروا تاني، كل العمليات دي بتكون مبنيه على القواعد الرياضيه اللي حطها الخوارزمي. وكمان قدر يساهم في تطوير الخوارزميات اللي هي عباره عن مجموعه من الخطوات بنمشي عليها عشان نوصل لحل. الخوارزميات النهارده بقت جوه كل حاجه احنا بنعملها، من تحليل البيانات والتسويق الرقمي لحد كمان الذكاء الاصطناعي. كل ما بنستخدم برامج زي الاكسل والباور بي اي لتحليل البيانات، احنا بنمشي على نفس الافكار اللي حطها الخوارزمي من قرون. وكمان بفضل الاسس اللي حطها الخوارزمي في الرياضيات، الشركات النهارده بتقدر تستخدم التحليل التنبؤي اللي هو بريدكتيف اناليسيس علشان تقدر تتوقع المستقبل، يعني تقدر تعرف ايه اللي ممكن يحصل بناء على البيانات اللي عندها. وده طبعا بيساعد الشركات انها تخطط بشكل صح علشان تسبق وتنجح في السوق. الخوارزمي وغيره من العلماء المسلمين كانوا سبب في التطور اللي العالم وصل له النهارده. لحد دلوقتي كتب مترجمه وبتستخدم في الغرب. الطريق للنجاح بدا من زمان، دورنا دلوقتي اننا نكمل المشوار ده ونستفيد من تاريخنا الاسلامي علشان نبني مستقبل افضل. لو حابب تطور من نفسك وتعرف ازاي بتستخدم تحليل البيانات، تابعني وهيوصلك كل جديد.